كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أنه يشعر بالخيانة من قبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، زاعما أن مدربه الهولندي إريك تين هاغ وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي يحاولون إجباره على الخروج منها لأول الاعتراف ورد. جاء ذلك في مقابلة نارية أجراها رونالدو مع الإعلامي بيرس مورغان الأحد 13 نوفمبر تشرين الثاني 2022، وقال رونالدو عن المدرب تين هاغ: لا أكن له الاحترام لأنه لا يظهر أي احترام لي. أضاف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما والذي يستعد لخوض نهائية مونديال قطر 2022 ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة في النادي. شعر بالخيانة. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسي الاثنين 14 نوفمبر تشرين الثاني 2022، عند سؤاله عما إذا كان مسؤولون تنفيذيون رئيسيون في النادي يسعون لإخراجه، أجاب البرتغالي: نعم، شعرت بالخيانة، وشعرت أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدونني هنا، ليس فقط هذا العام لكن العام الماضي أيضا. كان قد تراجع دور والدون الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في تشكيلة الشياطين الحمر منذ تولي تين هاغ القادم من أيكس أمستردام الهولندي مسؤولية تدريب النادي الإنجليزي في شهر مايو أي 2022. أشار رونالدو في المقابلة أيضا إلى أنه منذ رحيل السير ليكس لم أرى تقدما في النادي، لم يتغير شيء وفق قوله، وقال: أريد الأفضل للنادي، لهذا السبب عدت إلى مانشستر يونايتد. أضاف نجم البرتغال: لكن هناك أشياء تحصل داخلنا النادي ولا تساعدنا على بلوغ نوقمه على غرار مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال في الوقت الحالي. ناد بهذا الحجم يجب أن يكون بين الثلاثة الأوائل برأيي، وللأسف ليس كذلك. كان رونالدو قد عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس آب 2021 قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي، ولم ينجح نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق في استعادة أمجاد الماضي مع مانشستر يونايتد، وتحديدا في حقب المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون حين فاز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات. أضافه إلى لقب دوري إبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، رغم تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقة العام الماضي عن الشياطين الحمر من موسم مضطرب أنهاه في المركز السادس في البريمير ليج ليخفق في التأهل إلى دوري الأبطال. كانت تقارير الإعلامية قد ذكرت آنذاك أن رونالدو حاول الانتقال قبل بداية الموسم، غير أن اتفاقا لم يحصل مع أي ناد. يشار إلى أن يونايتد يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري المحلي بفرق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر. عزيزي المتابع، نرجو منك التفاعل معنا والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.